احمد عبد القادر يا جماعه عامل مشكله مع اداره النادي الاهلي. النادي الاهلي مشكورا عرض على احمد عبد القادر، قال له تعالى اجدد لك واطلعك اعاره للنادي المصري مقابل 30 مليون في الموسم. كامل ابو علي اتفق معانا ان هو هيديك 30 مليون في الموسم مقابل ان انت تروح اعاره سنه النادي المصري. احنا شايفين ان كده حلو، مش وحش يعني. انت كنت تاخد مع النادي الاهلي 13 مليون في الموسم. احمد عبد القادر رفض وبلغ وكيله احمد يحيى، قال له قول لمحمد يوسف ما يكلمنيش في التجديد ويكلمني في حاجه. طب ليه يا احمد؟ قال لك اصل انا كده كده فاضل لي سنه، السنه دي اقضيها بالطول والعرض اللي هو الموسم، وكده كده هيروح الزمالك. خد مني معلومه، احمد عبد القادر متفق مع اداره الزمالك ان هو هيروح الزمالك. ليه؟ عشان مجلس اداره الزمالك عايز يرد الصفعه بتاعه انتقال زيزو للاهلي. قال لك مش انت خدت من عندي جناح، انا برضه اخد من عندك الجناح، انا اخد منك احمد عبد القادر. فانا رايي كاداره نادي اهلي، شوف طلبات احمد عبد القادر ايه وجدد له. شوف طلبات احمد عبد القادر ايه وجدد له. احمد عبد القادر مش وحش. اولا احمد عبد القادر مهاري، بيراوغ، لو جات واحد على واحد بيعرف يعدي. تاني حاجه، كولر كان مموت الواد ده، كولر كان مموته. الواد دوت طلع بره كسر الدنيا، طلع بره كان بيجيب في كل ماتش جول. الواد مش وحش. انت كاداره نادي اهلي شوف طلباته ايه، بدل ما الزمالك ياخده ويقول لك مش انت خدت مني زيزو، انا كمان خدت منك احمد عبد القادر. احنا ما نديش فرصه للزمالك يعمل كده، ما نديش فرصه للزمالك ياخد لعيب من الاهلي ويقول لك زي ما خدت مني زيزو زمان. لا، انا مش هوصل الزمالك للمرحله دي. تاني حاجه، انت لو بصيت لها، احمد عبد القادر سنه 26 سنه، سنه 26 سنه. تعال بص على زيزو، تعال بص على تريزيجيه، هتلاقيه 31 32. فاحمد عبد القادر ينفعك 7 سنين قدام. انت لو عملت له عقد كويس، عقد طبعا زي النجوم مفيش مشكله، هو هيروح مصر ياخد 30 مليون، لا يا عم اعمل له مثلا 35 مليون في الموسم، هتلاقيه وافق. لان الزمالك استحاله يديله 35، استحاله الزمالك هيديله 35 مليون في الموسم. فانت كاداره نادي اهلي، لا، ادي لاحمد عبد القادر 35 مليون في الموسم، ومنك يبقى عندك جناح شمال ممتاز، جناح شمال سنه صغير، جناح شمال مهاري يعرف يعدي من واحد على واحد. تريزيجيه بيكبر، زيزو بيكبر، انت محتاج احمد عبد القادر. ومنها ما تديش فرصه للزمالك ان هو ياخد من عندك لاعب ويطلع يقول لك انا خدت لاعب من النادي الاهلي، خدته من عينيه. لا، انا ما ادهمش فرصه يعملوا كده، ما ادهمش فرصه يعملوا كده. واحمد عبد القادر مش وحش.